صباح الخير متابعينا الأعزاء، تحياتي لكم والله يحفظكم بحق محمد وآل محمد. اليوم نقدم لكم موضوع عن الموت المفاجئ لدى الحمام. السبب الرئيسي أو السبب الوحيد أو الأساسي لدى الموت المفاجئ لدى الحمام هو التجلطات أو السكتة الدماغية نتيجة الحر الشديد. فللوقاية من هذا من الموت المفاجئ، من هذا هو مرض يعني موت مفاجئ رأسا، طير صاحب الشمامي رأسا يموت. صارت عندي مرتين، لأن إذا الطير صارت عندي مرتين، إذا الطير يعطش ويشرب مي رأسا، أو العطش يعني يعطش ويجي يصير عنده جلطة، أو يعطش وشرب مي رأسا، يشرب مي بكثرة. إذا تنسحب بدون مي، خاصة هذا الجو الحار، هسه دخلنا على الحر الشديد، فهذا السبب الرئيسي. يعني حتى إذا يما مي ومي حار أو مي حار مو بارد، هم يؤدي إلى الجلطة. فأهم شيء تبديل المي دائمي، يعني المي ما أخلي، لازم المي موجود دائما، ومي نظيف أبد له، مي بارد. بالإضافة إلى أخليه المي للسبح، شلون هسه هذه، وأضيف عليه خل على المي السباحة للوقاية من التجلطات، لأن السبب الرئيسي للتجلطات هو السكتة. يصير عنده سكتة دماغية بسبب الحر الشديد والعطش. متابعينا الأعزاء، المي دائما أبد له، يعني إذا الجو حار المي يحمى فيأثر على الطير. أضيف للمي شرب نسبة قليلة من الخل، خل التفاح، وأحط له المي للسبح، أخليه المي للسبح أيضا سباحة، وأضيف عليه خل، هم يرطب الجسم وينشط الدورة الدموية، فيوقي يؤدي إلى الوقاية من الجلطات. فانتبهوا متابعينا الأعزاء إلى عطش الطيور، أحافظ عليها من الحر الشديد. البرج تهوية، يعني برج مفتوح على الهواء، وظل ما أخليهم بالشمس، والنظافة الكاملة الدائمية، أنظف البرج دائما، لأن بالصيف أمراض كلش هواية، جدري، أشكال الأمراض بسبب الحر الشديد، يؤدي إلى أمراض كثيرة. فأهم شيء النظافة والمي النظيف والبارد. يعني بارد شلون أبد، يعني مثلا الظهرية المي إذا